حياكم الله وبياكم. جون إدوارد طالب في كلية الطب، عنده 26 سنة. كان عنده خبرة في استكشاف الكهوف من وهو صغير، وكان أوقات كتيرة والده بياخده وهو صغير مع أخوه الأصغر منه جوش في رحلات استكشافية علشان يستكشفوا أماكن كتيرة في ولاية يوتا الأمريكية. وفي 24 نوفمبر سنة 2009 قرر الأخين جون وجوش أنهم يعملوا مغامرة جديدة، وهي أنهم يستكشفوا أحد الكهوف واللي كان اسمه كهف نوتي بوتي. وبالفعل وصلوا الكهف الساعة 8 بالليل، لكنهم ما كانوش وحديهم، وانضم ليهم 9 من أصحابهم ومعارفهم. وفي أول ساعة كانت كل حاجة ماشية كويس خالص، واستكشف جون وأخوه جوش والمجموعة اللي كانت معاهم أكبر غرفة في الكهف واللي كان اسمها بيج سلايد. ولكن بعد شوية قرر الأخين جون وجوش واثنين من أصدقائهم إنهم يعملوا تحدي أكبر، وكان التحدي بإنهم هيدخلوا ممر صعب وضيق جدا كان دايما بيسمعوا عنه، واللي كان معروف باسم بيرث كانال أو قناة الولادة، واللي في نهايتها كان بيفتح على غرفة أكبر، ودي زي ما كانوا معتقدين. وأول من بدأ بالدخول كان جون. بدأ يدخل ببطء، وده علشان الممر كان ضيق خالص، لكنه ما دخلش مسافة كبيرة. وبالرغم إنه ما شافش مساحة الممر بتكبر أو بتوسع، لكن روح المغامرة خلته يكمل، وفضل مكمل في التقدم ببطء. ولكن الممر الضيق ما انتهاش بمكان أوسع زي ما كانوا معتقدين، وبدل ما يلاقي نفسه في مكان أوسع لقى نفسه بيقع في انحدار شديد لتحت. وفي اللحظة دي أدرك جون إن مفيش أي مكان أوسع هيقابله، ولكن كان فات الأوان واتحشر جون داخل الممر. وعلشان تتخيل معايا المأساة اللي كان فيها جون، تخيل نفسك داخل أنبوبة بحجم جسمك أو أوسع حاجة بسيطة، وفضلت تسحب فيها على أمل إنك تلاقي آخر الأنبوبة مفتوحة في نهايتها، أو إنك تلاقي مساحة كبيرة تقدر تلف فيها جسمك وترجع تاني. ولكن بتتفاجئ في النهاية إن الأنبوبة ما فيهاش نهاية أو إنها بتوسع. الموضوع كان مخيف جدا. مش بس كده، جون كان وصل للمكان المنحدر ونزل فيه، واللي كان من المستحيل إنه يقدر يرجع لوحده لأنه كان متعلق فيه. وكان الانحدار على شكل فتحة غسالة، لكن ما كانش دائري زي فتحة الغسالة، لكنه كان عشوائي. وتعلق جون على عمق 30 متر في كهف تحت الأرض. الموضوع كان مخيف جدا لأبعد الحدود، ومحدش عارف هو قضى الوقت ده ازاي. حاول أخوه جوش يدخل وراه علشان يعرف ايه اللي حصل، ولما شاف أخوه وقع في انحدار وإن الكهف بلعه حاول ينقذه وبدأ يسحبه من رجله، واللي نجح في الأول إنه يسحبه شوية لبره، لكنه ما قدرش يفضل ماسكه. وبمجرد ما سابه جون رجع داخل الانحدار مرة تاني. وفي الوقت ده رجع جوش وفضل يقاوم بكل قوته علشان يطلع من الممر الضيق لغاية ما نجح، وبمجرد خروجه طلب المساعدة. وكان أول حد وصل، وده بعد منتصف الليل، يعني من بعد 3 ساعات من انحشار جون داخل الممر. كانت متطوعة إنقاذ اسمها سوزان، وعلشان سوزان كانت رفيعة وجسمها صغير قدرت توصل لجون في وقت قصير، وقدرت إنها تتواصل معاه، واللي طلب منها إنها تساعده بسرعة لأن وضعه كان صعب جدا. وفي خلال ساعات وصل العشرات من رجال الإنقاذ، وبدأ فريق الإنقاذ يحط خطط سريعة لإنقاذ جون. منها إنهم كانوا عايزين يزيتوا جدار الممر، ولكنهم استقروا إنهم يربطوا رجل جون وفريق الإنقاذ يفضل يسحب من الناحية التانية. وحاولوا يكسروا شوية في الصخور حوالين الممر علشان يوسعوه، ولكن الصخور الصلبة خلت الحفر بطيء جدا وحل شبه مستحيل. وعلى الرغم من وجود فريق كبير من المنقذين والمتطوعين وخدمات الطوارئ وطيارة هليكوبتر برا الكهف، إلا أن وضعية جون داخل الكهف كانت بتخلي كل محاولات الإنقاذ تفشل، لأن كانت وضعية جون إن راسه تحت ورجله فوق، ورجله كانت قريبة من سقف الكهف، ورجال الإنقاذ ما كانوش شايفين غير جزء من رجله، فما كانوش قادرين أنهم يسحبوه بسبب ضيق الممر. عدت ساعات طويلة على وضعية جون وهو رجله فوق وراسه تحت، واللي خلاه مش قادر يتنفس، واللي خلى قلبه مش قادر يشتغل بشكل طبيعي بسبب الوضع المعكوس اللي فيه جسمه، ولأن قلبه كان محتاج قوة مضاعفة علشان يضخ الدم للمخ. ولأن جون بدأ يدخل في حالات من الذعر والرعب
نجح فريق الإنقاذ أن يدخل كابل تليفون علشان يقدر يتكلم مع زوجته، لربما تقدر تهديه شوية. ولأن الوضع كان سيء جدا، كان جون وزوجته في حالة انهيار تام. عدى أكتر من 19 ساعة وجون محشور داخل الممر الضيق، وفريق الإنقاذ قام ب3 محاولات لربط رجل جون وسحبه لخارج الممر، وبالفعل نجحوا ان هم يحركوه جزء بسيط خارج الانحدار، ولكن للأسف وقع تاني داخل الانحدار. وفي المرة الرابعة وهم بيسحبوه الحبل انقطع واتكسرت بعض الصخور، ووقع جون في الانحدار لعمق أكتر من الأول. وبعد محاولات تانية يائسة استمر فريق الإنقاذ اللي كان مكون من 137 منقذ اشتغلوا لمدة 27 ساعة متواصلة. استسلموا للوضع وفشلت كل محاولاتهم في إنقاذ جون، ولأن جون ما استحملش أكتر من كده ومات. وفي اليوم اللي بعده قررت السلطات أن إخراج جسم جون من الكهف أمر مستحيل، وقررت أن كهف نوتي بوتي هيكون قبر جون إدوارد جونز إلى الأبد. وبعد أسبوع قررت السلطات إغلاق كهف نوتي بوتي للجمهور إلى الأبد، ووضعت عائلة جون لوحة على مدخل الكهف عليها صورته واسم جون تخليدا لذكراه. دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله. السلام عليكم.